عايزين بس نوضح دور الاتحاد في اللعبه، لان في ناس كتيره جدا بيكون مترسخ في ذهنها من اللعيبه الصغيرين ان هم مش هيوصلوا ابدا، لان واخدين فكره عن الموضوع ان لا في دعم من الاتحاد ولا في مكافآت ولا في رواتب شهريه ولا الكلام ده كله. فعايزين نعرف الميزانيه، والميزانيه بتكون كام، وايه اللي بيروح للعيب او ايه الدعم اللي بنقدمه للعيب. اتفضل. طبعا يعني اللعيبه كتير قوي في كمال اجسام، يعني اللعيبه في كمال اجسام اكتر من مليون لاعب لو انت جيت حصرتهم على مستوى كل المراحل. احنا بنلعب تحت 15، تحت 17، تحت 19، تحت 21، تحت 23 درجه ثانيه، درجه اولى، وعلى مستوى 23 محافظه. واغلب ابطال كمال الاجسام وجداد منهم من الكادحين اللي هم الابطال المحترمين اللي انا بنحني ليهم، اللي هم مبتدئين من الصفر، اللي هم مبتدئين بالكوز والحتتين الاسمنت وبيتمرنوا، دول عملوا ابطال. فبادئ زبيد انا كل احترامي وتقديري للناس دي هيت، لكن الاتحاد المصري ب 350,000 400,000 اللي بترسى على 350,000 بيدي مرتبات حوالي نص مليون جنيه في سنه، لان احنا عندنا حوالي من حاجه 20 ل 30 لاعب بياخدوا مرتبات 12 شهر في السنه، مرتبات ثابته سواء بيتمرنوا او ما بيتمرنوش. اقل واحد بياخد 500، اكتر واحد 3500. ال 3500 ده اللي بياخدها مين، وال 500 اللي بياخدها مين؟ بتتراوح ما بين اول عالم عده مرات، لأول عالم، لتاني عالم، لتالت عالم، وصولا لسادس عالم. وفي بعض اللعيبة القلائل اللي هم أبطال أفريقيا كتير، أبطال يعني أنا عندنا أبطال أفريقيا ممكن ناخدها بالصف الرابع، وأبطال العرب ممكن ناخدها بالصف الثاني أو الثالث، وأبطال بحر المتوسط ممكن ناخدها بالصف الثاني. ففيهم بعض المميزين بنسميهم زي سادس العالم، فبنديهم برضو مرتبات 12 شهر في السنة. مش كل الألعاب بتدي مرتبات 12 شهر في السنة، إحنا بندي. تمام، بس في نقطة مهمة هنا جدا. ممكن اللاعب بيحسبها من طريقه ان المرتب اللي بياخده او العائد اللي بيقعد عليه الاتحاد ما بيكفوش حتى ممكن تغذيه شهر، فهو برضه في نطاق اللي هو حابب يكمل ويأدي كويس كده، فبالتالي بيكون في خلل او في بقى مشاكل. الاتحاد بتبدا من هنا. لا مشاكل الاتحاد ملوش مشاكل، الشكوى هي اللي كتيره، واخد بالك؟ الاتحاد بقول لك انا بدي مرتبات نص مليون جنيه وميزانيتي 400,000 او 350,000، اعمل اكتر من كده ايه؟ عايزين بقى نوضح للناس الباقي ده بنجيبه منين؟ بنجيبه من اعتمادات، بعضها من الوزارة وبعضها من قائمين على مجلس إدارة الاتحاد، وليهم كل الاحترام والشكر والتقدير. احنا بنصرف في السنة حوالي 1.5 مليون، مش اون افريج، المينيمم عندي 1.5 مليون. وتقول لي بيتعملوا ازاي؟ بناخد دعومات في بعض المواقف وفي بعض البطولات، يعني في بطولات قبل ما بنسافر لازم ناخد دعم من الوزاره ما بتدعمناش بكل المبلغ، لكن بناخد دعم. انما في الاخر خالص الناس مستغربه ازاي الاتحاد دهوت بميزانيته الصغيره دي هيت بيعمل الكلام دهوت. فانت بتقول لي اللعيبه بتاخد مرتبات شهريه. لعيبه عندنا الوزاره دلوقتي نتيجه عمل الاتحاد أصبح مكافأة المركز الأول في العالم 150,000 جنيه. يعني كل اللعيبة اللي خدت أوائل في بطولة العالم في البرازيل خدت 150,000 جنيه. اللعيب اللي حاصل على المركز الثاني على العالم واخد 100,000 جنيه. اللعيب اللي واخد ثالث على العالم واخد له 70,000 جنيه، وبتتدرج. ده غير المكافأة اللي بيديها السبونسر اللي هي مجموعة شركات العز للعيبة. شركات العز ما ادتش للاتحاد دعم، لكن اخلص كلامي بلا صح، لكن بتدي لكل لاعب مكافأة على البطولة توازي مكافأة الدولة. يعني اللعيب اللي واخد أول عالم ده بياخد له 300,000 جنيه غير المرتبات الشهرية. قول لي لعبة فردية
فيها حد بياخد الكلام ده، في لعيبه كره ما بتاخدش الكلام ده. الاتحاد بينظم معسكرات على اعلى مستوى. الاتحاد ما بيروحش اي بطوله من البطولات الكبرى الا السفير المصري متواجد من اول البطوله لغايه اخرها لسمعه الاتحاد وامكانيات الاتحاد. الاتحاد بيشارك في اغلب البطولات الكبيره وبيسافر وبيدعم لاعبينه بالكامل. في ناس بتوحي للعيبه ان ما تروحش الاتحاد، مش هتعرف تقابل حد. انا بقول لك مكتبي ده مفتوح لاي حد من عناصر اللعب، لاعب، مدرب، حكم اداري، من اصغر واحد لاكبر واحد، يجوا في اي وقت ويتكلموا. انا في لعيبه بتخاطبني ولاد عندهم ما شاء الله 15 و16 سنه، يقول لي عاوز ابقى مدرب في منتخب مصر، عاوز ابقى لاعب في منتخب مصر، متاسف. اقول له طيب خش بطوله واكسب ونبتدي ان احنا نراك. فالاتحاد بيقدم 3 أضعاف أو 4 أضعاف اللي بيحصل عليه من ميزانية للاعبين. واعتقد ان الاتحاد بتاعنا مميز. احنا عندنا اتحاد دولي فيه 192 دولة، 192 دولة. احنا كاتحاد 15 مرة اول عالم، 9 مرات على التوالي، 5 مرات تاني عالم، 3 مرات تالت عالم. يعني اتحاد بانجازاته اتحاد عملاق، بالمناصب الدوليه اتحاد عملاق. عندنا المهندس سامي بشير عضو اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي وحكم دولي، وعندنا العديد من الحكام الدوليين. فالمشكله ايه؟ ان الناس ما بتقولش اللي هي بتاخده، لكن الابطال بياخدوا ويستاهلوا. اللي بياخد 500 جنيه شايفهم قليلين، واللي بياخد 1000 جنيه شايفهم قليلين، واللي بياخد 3500 شايفهم قليلين. لكن لما تيجي تتكلم براكتيكلي من الواقع تلاقي ان احنا بنصرف عليكم مرتبات ثابته. إيه قليل؟ كملوا انتوا من عندكم قد ما تقدروا. في لعيبه ما بتاخدش خالص، وادي الله وادي حكمته وادي حال بلدنا. وبرغم كده بقول لك انا بنحني للابطال دي لانهم حققوا انجازات غير عاديه، وما فيش لعيب يقدر يقول لك انا ما باخدش وهو بياخد.